كل شيء يوحي للتسيب والتهميش هنا بابتدائية الإخوة عيسة واحد الواقعة بحي كاكنا في دويرة غرب العاصمة. وخير دليل على ذلك انعدام لافتة التسمية عند مدخل المؤسسة التربوية. تشققات جدران الأقسام، وجبات باردة تقدم للأطفال، وظروف قاهرة أخرى أخرجت أولياء التلاميذ عن صمتهم. لوكا كنصب الشتاء تشوفوا باللي الماء يدخل الاقسام، المعلمين كيدخلوا مع الصباح ديجا يباليو باش يدخلوا. نورمالمون انسان بروده ياكلوا حاجه اللي يدفوا كروشهم، مش يعطي له مرسو خبز كي شغل راه يسرح. مدير ابتدائية الإخوة عيسة واحد رفض الإدلاء بأي تصريح، وفوق هذا منعنا من التصوير بداخل المؤسسة، لكن الرسالة كانت على لسان عبد النور الحارس الذي يعاني من اضطرابات ذهنية. داروا تبهديل هنا. ما نحوش الباب. المتمدرسون وضعونا في صورة معاناتهم اليومية. احنا في القسم تاعنا كي ندخلوا تصب علينا بزاف الشتاء ومدفأة ما كاش وطاولات مكسرين. كلينا فرماج والبيض والتفاح عطاونا الخبز. غلق 4 أقسام خاصة بالتحضيري نظرا لاهترائها هو تحويل الأطفال للدراسة بهذه المدرسة القرآنية التي لا تختلف كثيرا عن سابقتها. كاينين 4 كلاس ليها في الابتدائيه اخوة عيساتي راه مغلوقين على جال الشتاء وترميمات ما خذاوهمش بعين الاعتبار، ما تكمفلوش بها، يبام يبعثوا دراري يجوا تاع التحضيرهم يجوا يقراو هنايا. دوك حنا ما فهمناش شنو العلاقه هنايا، هذه مدرسه قرانيه تابعه لوزاره الشؤون الدينيه والاوقاف، واش العلاقه تاعها بوزاره التربيه. ترميم الابتدائيه يدخل ضمن مهام بلديه دويرة، ليصرح الأمين العام بالنيابة عن هذا الموضوع. أمر وقفتوا عليه تاع الأقسام وين تساقط الأمر تاع يدخل للقسم، هذا الأمر يتطلب مجموعة من الإجراءات، ما نقدروش حنا ناخذوا انجاجمون مع مقاولة للإنجاز والأمور تاعها ماشي مسوية. مرت العطلة الشتوية ولم تستطع السلطات المحلية ترميم ابتدائية الإخوة عيسة واحد بحجة ضيق المدة، فكم يلزمها من الوقت لرفع هذه المعاناة التي تتقاسمها البراءة؟